الآن لو انتقلنا من حق المحبة، طبعا الموضوع طويل جدا ونحن نسأل الله أن يرزقنا حب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عايزين ندخله بقى إلى تطبيق عملي. لأن كما قلنا في البداية لو سألنا أي واحد بتحب النبي يقول لك بحبه، لكن عند التطبيق العملي بمعنى هل يلتزم بسنته، هل يلتزم بآدابه، هل يتخلق بأخلاقه. وده كان سؤال الأخت اللي سألتنا الآن، يعني أعمل إيه عشان أعرف أن أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. أولا تطبيق سنته عليه الصلاة والسلام. يعني إيه سنة؟ تمام. نعرفها كده للمشاهد قبل أن نبدأ في تطبيق السنة. نعم، هو من آثار محبتنا لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام واتباعنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن زي ما حضرتك أشرت، يعني إيه سنة؟ نعم. السنة عندي لغة واصطلاحا وشرعا. تمام. أو في اصطلاح يعني إيه لغة ويعني إيه اصطلاحا ويعني إيه شرعا قبل أن تعرف؟ السنة في اللغة لغة يعني عند لغة العرب. عند لغة العرب. في تمام. لغة العرب، يعني لغة تمام. العرب فاهمين يعني إيه كلمة سنة؟ كويس. يعني طريقة. سنة الله يعني طريقة الله سبحانه وتعالى اللي هو أسسها أو حطها للناس عشان يمشوا عليها. نعم. الطريقة المستقيمة. يبقى أنا عندي هنا لما أقول السنة في اللغة معناها الطريقة. طيب في الاصطلاح هي الطريقة الحسنة المحمودة المكتسبة المخترعة غير المسبوقة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. لا بالراحة بقى شوية. بالراحة. تاني. السنة أيوة هي الطريقة الحسنة المحمودة المخترعة، كل الكلام ده النبي عمله. أيوة. أو طريقة، هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام حسنة، طريقة حسنة، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فيه سوء ولا شر أبدا إطلاقا. نعم. حسنة محمودة، أي كل من رآها يحمدها ويشكرها. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على حسن الجوار، معاملة حتى ولو لم يكن مسلما، معاملة المشركين، معاملة اليهود، معاملة النصارى، الكلام كله محمود. كله محمود. نعم. انت هات حاجة بس في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام يمكنك أن تقول عنها أنها ليست بمحمودة، مش مذمومة، تقول ليست بمحمودة، لا يمكن أن تجد حاجة. يعني الغير مسبوقة يعني لم يسبقه فيها أحد. ما حد سبق النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام ده كله. هو أول من جاء بها. وذلك كل اللي جه قاعد يتكلم يقول لك هذه جملة من التعليمات محمد جاء بها ليعلم الناس، وجملة مش عارف كلام يقولوا مستشرقين. هذا الكلام لا أساس له أساسا من الصحة، لأنها غير مسبوقة، مخترعة، فيها اختراع. إيه الاختراع اللي فيها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبقه فيها لغيره أنها مسبوقة بوحي. يعني نعم. بمعنى إيه؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، ما قال كلاما إلا بوحي من الله عز وجل، وما شرع في تشريع إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فعشان كده كان في المسألة مش محتاجة نقاش ولا محتاجة آراء، ولم يكن هناك من خطأ وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك من خطأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقعت كما يدعي الحاقدون وغيرهم، وده كله كلام مردود عليه في كتب أهل العلم. إذا هذه الطريقة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اتباعها إيه بقى؟ ماذا يعني اتباعها؟ نشوف بقى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بقى التعريف عند المحدثين. إيه هي السنة اللي الناس هتتبعها؟ هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فأقوال النبي عليه الصلاة والسلام سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يستغفر الله أو كان يقول إني أستغفر الله طول في اليوم أكثر من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة، فاستغفارك لله عز وجل اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأقوال. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، لو أنت قلت نفس الدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوله كان نفس الكلام. هذه أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. لو رددت أنت أقوال النبي للناس عشان يتعلموها، زي ما النبي يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. لما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال السنة فيها هي أن نردد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن نخبره للناس. تمام. فلو واحد أخوه محتاج منه أزمة ولا في حاجة، نقول له ياخد النبي قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة منه. هذا كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم سنة. لسه في تكملة، هسيب حضرتك تشرح. هنرجع للأفعال تاني بعد ما ناخد اتصال من الأخت أم يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام.